لو فاكر علشان وش ديدبول شبه طبق بامية حمضان ده هيخليه ملهوش شعبية وسط الستات، فانت غلطان. قائمة زوجات وعشيقات ويد ويلسون بتمتد وتمتد، لكن ربما أهم واحدة في القائمة دي هي كارميليتا كاماتشو، وده لسبب واحد بسيط، إنها أم ابنة ديدبول الوحيدة. علشان نعرف قصة بنت ديدبول محتاجين نرجع بالزمن لورا شوية. في وقت من الأوقات ديدبول كان بيقرأ في الجريدة إعلان عامله فريق هيروز فور هاير المكون من الأبطال لوك كيج وآيرون فيست. ديدبول بيطب عليهم بالفعل أثناء ما كانوا بيقابلوا زبونة. الزبونة بتقول لهم إن هي وجوزها بيملكوا محل صغير في نيويورك، لكن للأسف في عصابة من الأشرار بيرقصها واحد اسمه وايت مان هجموا عليهم وقتلوا جوزها، ودلوقتي هي وبنتها أصبحوا مهددين طول الوقت من العصابة دي علشان عايزين فلوس منهم بالبلطجة. آيرون فيست ولوك كيج وكمان ديدبول بيتنكروا على هيئة عمال في المحل اللي فيه ميس كاماتشو وبنتها الجميلة كارميليتا. كما هو متوقع ذا وايت مان وعصابته بيهاجموا المحل مرة تانية. ديدبول بيخسر المعركة وبيلاقي نفسه محبوس في أوضة مع كارميليتا كاماتشو لوحديهم. كارميليتا كانت مقتنعة انها خلاص هتموت وان دي اخر لحظة في عمرها، علشان كده بتقول لديدبول انها عايزة تقضيها في ممارسة الحب. وفعلا ديدبول وكارميليتا بيمارسوا الحب جامد جدا، لحد ما اخيرا بيدخل عليهم لوك كيج وبيقاطعهم، لكن في الحقيقه بنكتشف ان لوك كيج ما قاطعهمش بسرعه كفايه. كارميليتا كاماتشو بالفعل حملت من ديدبول. كارميليتا بتولد بنت وبتسميها إلينور او اختصارا إلي، بس للاسف في الفتره دي كان في عالم شرير اسمه باتلر اللي فورا خدع كارميليتا وفهمها انه الطبيب بتاع ديدبول وصديقه، وفي الخباثه باتلر شك إلي الرضيعه بدبوس وخد منها عينه دم. باتلر بيعمل تحليل لعينة الدم بتاعت إلي وبيكتشف ان شكوكه كانت في محلها. إلي كاماتشو عندها جين اكس، إلي تبقى ميوتنت. من ساعة ما باتلر اكتشف ان إلي عندها جين اكس قرر يخطفها هي وامها ويخليهم تحت مراقبته. هنا ديدبول بيقرر انه لازم ينقذ كارميليتا وبنتها إلي، لكن للأسف اللي بيلاقيه هو جثة كارميليتا. ديدبول بيطلب من العميلة بريستون انها تاخد إلي في بيتها وتعتني بيها، وبريستون بتوافق. من ساعتها إلي بالفعل بقت عايشة تحت رعاية إيميلي بريستون، وسطها هي وجوزها وابنها. ومع تقدم إلي في السن اخيرا الاكس جين بتاعها بدأ يتفاعل. إلي بتكتشف ان عندها هيلينج فاكتور، يعني قدرات شفاء زي بتاعة ديدبول بالظبط. إلي بتقدر تشفي نفسها من اي اصابة، علشان كده ديدبول قرر انه يدي نسخة من الزي بتاعه لبنته. ومن ساعتها ويد ويلسون وإلي كاماتشو هما الاتنين اصبحوا ملقبين بديدبول. بالظبط دلوقتي في 2 ديدبول في مارفل،